السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين طبعا صوت الطشة طبعا بتاعت السمنة البلدي المقدوحة كويس. هعمل لكم الكحك النهاردة على طريقة ستي وبطريقة حلوة كده ان شاء الله تعجبكم. نسمي بالله. هنا معايا حوالي 550 جرام سمنة، وهنا معايا كوباية مية وعليها باكو خميرة فورية، ومعايا هنا ذرة ملح. ده كيلو دقيق، حوالي يعني ربع معلقة ملح. ومعايا هنا اللهم صل على النبي، هنا معايا معلقة كبيرة من ريحة الكحك، اه. ومعايا معلقة، حوالي نص معلقة من البيكنج باودر. متنسوش ان انا حاطة خميرة فورية. ومعايا هنا سمسم متحمص، يعني حوالي كده ربع كوباية من السمسم المحمص على كيلو الدقيق. احط المكونات الجافة دي كلها مع بعض واقلبها كويس قوي. هنا حطينا سمسم وحطينا ملح وحطينا بيكنج باودر وحطينا معلقة كبيرة من ريحة الكحك، وقلبنا المكونات دي كلها على كيلو دقيق. طبعا انت عايزة ضعف الكمية زي ما انت عايزة. اخلي السمنة معايا تسخن او تقدح قوي او زي ما حضراتكم شايفين كده، واروح انزلها على الدقيق. شايفين درجة سخونيتها؟ دي الطريقة القديمة بتاعت ست وستك، طبعا ما فيش احلى منها واجمل منها مهما يعملوا من طرق جديدة، بس دي طريقة الكحك المظبوط اللي ان شاء الله هيعجبكم. شايفين المنظر؟ شايفين السمنة بتفور ازاي؟ تمام. معايا معلقة خشب طبعا، واقلب كويس خالص السمنة مع الدقيق لغاية لما الدقيق يشرب السمنة كلها، وافضل اقلب كده لغاية لما العجينة تهدى معايا. طبعا ما اقدرش طبعا دلوقتي اعجنها بايدي، افضل اقلب بيها كده بالمعلقة الخشب اهو. وديكوا لاحظتوا ان الدقيق ابتدى يتشرب من السمنة. زي ما قلت لك ان كيلو الدقيق هياخد 550 جرام من السمنة. هنا معايا كوباية مية وحطيت عليها باكو خميرة فورية وسبتها طبعا لغاية لما خمرت. طبعا اول حاجة عملتها قبل ما ابدأ في اي حاجة قبل ما اسخن السمنة، انا حطيت الخميرة في كوباية مية وسبتها لغاية لما عملت الفوم اللي حضراتكم شايفينه ده، الرغوة اللي من فوق دي. وبعد كده بعد العجينة ما هديت معايا شوية، نزلت بالخميرة بتاعتي بس، واقلب اول حاجة بالمعلقة الخشب لغاية لما العجينة تهدى معايا. وبعدين ابس الدقيق كده حلو أوي بايدي اهو. هو لسه والله يعني سخن شوية، بس قلت على ما اقلب فيه كده هيبرد شوية. افضل بقى اعجن فيه وابس فيه لغاية لما ينزل يبك السمنة كده اللي فيه. ودي طبعا تركة مهمة اوي في الكحك، كل ما بتعجني فيه اكتر كل ما يبقى معاكي ناعم والعجينة كده طرية وحلو. بصوا اهو، ده لسه بقى عايز شوية كده، عايز حبة مية بسيطة حوالي ربع كوباية مية. دي لسه مشرخة اهي، وعايز لسه عجن. زي ما قلت لك كل ما بتعجني فيه كل ما هتاخدي نتيجة افضل. اللي اول مرة يشوفني طبعا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كله جديد. هنا الكحكة خلاص اديني اختبرتها. بصوا العجينة بسم الله ما شاء الله، زي العسل، طرية وناعمة ولا مشققة ولا اي حاجة. برضو هديها كده عجنة كده تاني واشوف، برضو اختبر عجينتي تاني. زي ما قلت لكم دي تركة مهمة قوي. خلاص كده العجينة حلوة معايا وطرية زي الملبن. طبعا انت عايزة تحشيه عجمية، عايزة تحشيه ملبن، زي ما انت عايزة. بس انا هنا اولادي بيحبوه بالسكر، يعني يكون سادة من جوه والسكر من بره. افضل بقى اكور كور صغننة زي ما حضراتكم شايفين. والسجان بتاعتي طبعا ما دهناش سمنة لانه هو مش محتاج في سمنة بما فيه الكفاية. وهنا معايا البصمة بتاعتي، كمان عندك منقاش اللي انت عايزاه. هنا معايا البصمة بتاعتي، اعمل كده كور صغننة وابصم الكحك بتاعي. لو انت عايزة تحشيه بملبن تجيبي كده حوالي الكمية اللي انت عايزاه من الملبن، ربع كيلو ملبن، نص كيلو ملبن، تحط عليه نص معلقة سمنة بلدي وشوية مكسرات الفول السوداني او لوز او عين الجمل اللي متوفر عندك، وتدعكهم كده دعكة حلوة وتعملهم كور صغننة على قد الكحكة وتحطهم في التلاجة. على ما تخلصي بقى عجن تحط كده حتة الملبن في الكحكاية وتغطيها وتكوريها. تمام. هو ده المحشي اللي بالملبن او بالعجمين.
تمام. هنا خلاص الكحك، بصوا ما شاء الله، بصوا الكحكة مرسومة الرسمة. تعرفي ان الكحكة بتاعتك ناجحة ان الرسمة بارزة فيها. على درجة حرارة طبعا 150 في الرف اللي في النص. انا سويت الكحك بتاعي. بصوا منظر الكحكاية عامل ازاي، متحمرة فوق وتحت ازاي. او تحطي من تحت طبعا هيتحرق منك، لا حطي في الصاجة اللي في النص، الشبكة اللي في النص اهو. وهو سخن كده على طول تنزلي بقى بايه، بالسكر عشان يلزق فيه كده ويدي طعم. وخلاص اهو انا عندي سكر بودرة ارشه كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. والف هنا وشفا على قلبكم. كل سنة حضراتكم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد.